الاهلي اون فاير، الاهلي يسحق وادي دجله 3-1. يسحقهم 3-1. على فكره كنا هنفوز 4 و5 و6 بس سيبناهم مع الرأفة. جماعه بجد كنا هنكسب، والله بجد كنا هنكسب 4 و5 و6-0، بس امام ضيع، زيزو ضيع، في سوء توفيق النهارده. عايزه اقول على حاجه، اول جون حلويات من تريزيجيه، عرضيه من زيزو، اليو ديانج جايه من فوق قوي، حلويات النهارده. تاني جون ضربه جزاء خدها امام، اداها يعني زيزو اللي شاطها، بيسجلها زيزو، حلويات برضه. تالت جون معانا يا جماعه عندنا امام عاشور عامل اسيست عالمي، واللي عايز يعاركني يعاركني. بالتالي احسن اسيست هيبقى سيزون ده عالمي. ويسجله مروان عثمان في تاني مباراه ليه مع الاهلي. هنتكلم بكل حاجه بايجاز عشان في كل حاجه حصلت استفزتني. في حاجات استفزتني النهارده بس في حاجات مفرحه. عايزه اقول حاجه، الناس اللي زايطه على السوشيال ميديا زايطين بجد، مفيش كلمه غير كده. يقول لك الشناوي هو السبب في 3-1 بتاعتنا دي، الواحد اللي دخل يعني الجون. جماعه الجون ده عشان اكون حقانيه معاكم، جون لا يصد ولا يرد. والله انا هو مش اهلاويه، مش عايزه، بحب الاوتيكو، اكره ما عليه يدخل فينا جون، بس الجون حلو قوي. وعلى فكره غلطه مش الشناوي، غلطه محمد هاني اللي انا ما بقتنعش برده، بيضحك عليا ويعمل نفسه كويس. غلطه محمد هاني، اتاخر ساب المان بتاعه. جماعه هي غلطه هاني، والجون حلوه قوي عشان ما ننكرش، الجون حلو، الجون حلو قولا واحدا. غلطه الشناوي، بلاش نقطع في الشناوي عشان احنا محتاجين الحراس اللي عندنا يا جماعه، داخلين على بطولات يعني الرحمه. عايزين نتكلم بإيجاز. النهارده تريزيجيه، انا بتحس ان تريزيجيه اصلا هو ايقونه الفتح عندنا، بتتفائل بيه بتريزيجيه. تريزيجيه كل مره بالنسبه لي هيبقى ملك الحلول. بيفتتح معايا تسجيل كل مره في الغالب باذن الله، يعني ان شاء الله تفضل على كده، عشان في ناس عينيها يا جماعه من النوادي التانيه عينيها وحشه. عندنا عاجبني قوي الروح اللي ما بين اللعيبه، يعني امام جاب ضربه الجزاء فزيزو شاطها، حاجه حلوه قوي. عندنا روح حلوه قوي على فكره في الفريق بتاعنا، مش موجوده عند ناس كتير بصراحه عشان اكون صريحه. مفيش نفسنا، مفيش غل، مفيش صفار اللي بنسمع عنه في الفرق التانيه. تالت حاجه عندنا امام عاشور. امام عاشور النهارده بالنسبه لي ايقونه، يعني عارفين الايقونه. على فكره الاسيست اللي عمله انا شايفه ان هو اسيست ياخد احسن اسيست في الموسم، ودينا الموسم لسه ما خلص، بس احسن اسيست في الموسم والله احلى من الجون بكتير. يعني الاسيست بتاع امام كوره مفقود فيها الامل، يعز عليا قوي اما يكون كوره مفقود فيها الامل يتعمل منها حاجه، يعني يتعمل منها جون بقى. تخيلوا يعني هي كوره بالنسبه لي مفقود فيها الامل، انا خلاص قلت الكوره دي اوت، والله قلت الكوره دي اوت وانا بتفرج على الماتش اوت. لا امام ما سابهاش. امام النهارده فكرني لما كان في المنتخب وبيعافر قوي، والله العظيم. على فكره امام بيعافر جدا في المنتخب بالمناسبه، يعني امام النهارده والله امام النهارده بيعافر على كل كوره، ما بيسيبهاش بسهوله يعني. يعني المفروض الكوره دي خلاص اوت بالنسبه لي، بالنسبه للجمهور والله، لا هو ما سابهاش قبل ما تيجي عند اللاين، يعني اسيست مروان عثمان يلحقها. احب الكور دي قوي، يعني النهارده بالنسبه لي احلى جون، احلى بتاع امام عاشور. كرويا بالنسبه لي احب الكور اللي مفقود فيها الامل، هي كوره مفقود فيها الامل والله العظيم قولا واحدا، كوره مفقود فيها الامل. احنا امام عاشور، ارجع اقولها تاني وتالت، امام عاشور لما كان غايب كانش حد عارف يسد مكانه. احب اللعيبه دي اللي لما تغيب مكانها مش عارف حد يملاه، يعني مش وجودي زي عدمي. احنا عندنا لعيبه وجوده زي عدمي، في ناس كده عندنا. على فكره بالمناسبه انا كنت عارفه ان محمد هاني هيغلط في الماتشات اللي جايه، خمنتها. ليه بقى؟ يعني مش بتنبأ والحاجات دي يا جماعه، لا والله هو حد عادي، بس معروفه محمد هاني مستواه. انا عن نفسي محمد هاني مهما عملت في ماتش وبقيه الماتشات انت مش احسن حاجه، مش كواليتي الاهلي. انتوا عارفين انا مشكلتي ايه مع محمد هاني؟ والله انا مش عايزه اقطع في لعيبه، بس مشكلتي ان هو مش كواليتي الاهلي. يعني الاهلي احسن نادي في افريقيا، احسن واحد، يعني اكتر واحد واخد بطولات، ده مش كواليتي الاهلي. يعني انت لو بصيت من بره على محمد هاني هتقول ازاي يعني ما يلعبش في الاهلي. مش تقليل منه والله، بس هو ما يناسبش نادي الاهلي، ما يناسبش. انت مستواك يا حبيبي ما يجيبش نادي الاهلي. على فكره مش عشان غلطه النهارده، انا طول عمري بقول على هاني كوكا ما يناسبوش، عشان اكون صريحه ما يناسبوش قولا واحدا يا جماعه. مش بتكلم عن كوكا النهارده بس بتكلم في العموم توتال، ما يناسبوش الاثنين. والله ما دخل عليا حوار ان هو بقى احسن باك والكلام ده، ما دخلش عليا. انا قلت يا جماعه ده تسكين مؤقت للناس يا عيني، والناس هتنسى غلطاته وترجع. لا لا لا، يعني شفتوا امام عاشور غيب رجع والله ما عشان الجول، بس امام عاشور ما عرفناش نسد مكانه. تريزيجيه
هي في ناس كده يعني فاهمين، مكانها ثابت، وفي ناس تبقى موجوده وانت حاسس بفراغ. يعني انا شايفه ان في ناس مالهاش لازمه عندنا والله العظيم. يعني انا من الناس اللي كنت شايفه ان المفروض ده هاني وكوكا يمشوا يعني. وعلى فكره انا شايفه ان الناس اللي عماله تقطع في الشناوي بجد والله كفايه تقطيع، كفايه تقطيع بالله عليكم. مش من مصلحتنا خالص ان احنا نقطع في الشناوي وهو الحارس الاول عندنا، هو الحارس الاول. على فكره شوبير ما جالوش يعني كور الماتش اللي فات الناس لعبت ترند، ما جالوش كور صعبه زي كده. انا حقانيه الاثنين عندنا حراس ولا مش مصلحتي حاجه، فالاثنين في وشنا. انا بتكلم ان شوبير ما جالوش، الناس طلعته ترند وما جالوش ربع الكور الصعبه دي. افكار كوره صعبه قوي، الكوره دي لو هتفرج عليها من جميع الزوايا صعبه، يعني من جميع الزوايا هي صعبه هتخش يعني. فبالله عليكم نهدى نهدى، ومش كل ما نتحيز لحد نخسف بحد الارض. انتوا بتحيز دلوقتي لشوبير والدنيا واكلاكوا يعني خلاص، يعني ودانكوا واكلاكوا قوي ناحيه شوبير، فبتقطعوا في الشناوي. وهو بلاش ونبي حوار لما الشخص بيقع بنكتر عليه ده، بلاش. الشناوي سيظل الحارس الاكثر خطوره عندنا، ان هو لسه موجود وعيب نلغي وجوده وهو الكابتن الحراس. عيب عيب يعني، عيب وعيب وعيب، 3 عيب مره واحده والله عيب. شوبير مش حارس وحش، حارس حلو، بس برضو سيظل الشناوي كابتنه. وشوبير وعشان اكون صريحه مش عشان الكابتن ولا ادميه وكده، وعلى ارض الواقع كرويا الشوبير ما جالوش كل الكور الصعبه دي، ما جالوش كور صعبه اصلا الماتش اللي فات كده. يعني الشناوي جات له كور صعبه النهارده اصعب من شوبير بكتير يا جماعه، عشان اكون صريحه حق الله يعني، عشان بس نكون صراحه انا شايفه كده. فنهدى شويه على بعض، بلاش نفسي راح والله. يعني يا جماعه انتوا كلامكم غريب على السوشيال ميديا. جماعه بجد بجد بلاش جو الاوفر ده. الاثنين حراس عندنا نفرح بيهم، والجون لا يصد ولا يرد، قولا واحدا نهدى على بعض شويه. انا عاجبني النهارده والله خايفه اقول حاجه بس يعني جماعه انا المدرب الجديد بتاع الاهلي دوت بقى يعجبني. انا عايزه اقولها بس الناس تقول لي انت بتلومي عليه ليه واحنا كسبانين. والله العظيم انا مش هقول عشان احنا كسبانين، بس مدرب الاهلي عندي بقى داخل في زون كوكا وهاني. عارفين ان انت مهما عملت انت عندك جانب سيء برضو، مش نادي الاهلي يعني، مش جانب النادي الاهلي. فاهمين؟ انا بس بقول الكلام ده على فكره انا فرحانه بالمكسب، بس بقول الكلام ده عشان تفتكروه بعد كده لما يحصل خازوق تفتكروه. والله العظيم انا عايزاكم بس تبقوا فاكرين كلامي كويس قوي، عشان لما اجي اقول لكم انا قلت هتقولوا انت ما قلتيش. بس والله العظيم انا مبسوطه في حاجه، احنا عندنا روح في النادي الاهلي دلوقتي. الناس قاعدوا يقولوا النوادي التانية احنا هناخد اللعيبه هيقطعوا في بعض هيعملوا في بعض. جماعه النهارده تريزيجيه جري على زيزو لما جاب ضربه الجزاء، كان تريزيجيه ممكن يقول لك انا اللي هسدد. على فكره ما حصلش عندنا ده، ولما حصلت عندنا والناس طلعت ترند كان بس في لخبطه. يعني عارفين اللي هو وسام جري عليها لان وسام فاكر ان هو اللي هيشوطها. عارفين لما كل واحد فاكر ان هو اللي يعملها، لكن ما كانش حد عنده مشكله مع التاني. الناس افتكرت ان هم لا مش طايقين بعض. لا 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 على فكره، وهو وسام مشي بس كان في زيزو وتريزيجيه، كان ممكن يحصل مشاكل. مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه، الناس كلها متحابه والدنيا كيوت. بس يعني سواد السوشيال ميديا وسفر السوشيال ميديا كان قرفنا. بس روح الفريق حلو قوي. انا يا رب تفضل على كده، يا رب تفضل على كده، عشان تو ماتش اكتر من كده. انا حابه الفريق هو كده، حابه ما نتحسدش والله. عارفين اللي هو عايزين نرقيهم. انا عاجبني قوي يا جماعه الفريق النهارده. من كتر ما اسست امام عاشور حلو قوي والله العظيم عايزه اعمله فيديو. عجبني قوي يا جماعه. انا حاسه ان انا هفضل اتفرج على الجون ده، الاسيست بالذات مش الجون، الاسيست طول اليوم. يعني عارفين انا في جون بيفضل يعلق معايا بيت اليوم كده، مش دايما في جون بيعلق. النهارده بقى الاسيست اللي معلق معايا. اهم حاجه مبروك النادي الاهلي يا جماعه، والاهلي اون فاير بجد السيزون ده، وان شاء الله الدوري اهلاوي ودوري ابطال افريقيا اهلاوي عشان انا ما اتفرست بس كده.